رحت متصل بتامر، يا تامر انت فين؟ قال لي انا في البيت. قلت له يا عم انا صاحبك ده بيحور وانا شاكك فيه. قال لي يا عم والله العظيم ده غلبان وظروفه زي الزفت، وانت ممكن تكون شاكك وكده لكن هو غلبان ما بيعملش حاجه وبتاع. قلت له لا يا عم انا حاسس ان في حاجه. قال لي عايز ايه طيب؟ قلت له يا عم تعالى معايا وريني بيته فين. المهم رحنا بيته. ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام. واحنا طالعين على السلم لقينا فيه فعلا موجود بضاعه. فين يا عم البضاعه؟ قال لي ادي بضاعه وادي بضاعه وانا جايب مخزن مأجره. راح موريني برضو فيه بضاعه. ادي يا عم انت قلقان وكده. هو يا عم شايف في بضاعه كتير، ما تقلقش والامور ماشيه تمام. طب يا ابن الناس انت بتطنشني ليه وما بتردش ليه؟ قال لي والله بكون مشغول ومش عارف ايه وبتاع. قلت له يا عم هو ما كانش اتفقنا وانا شايف ان انت ماشي غلط. المهم قبل ما امشي ببص لقيت المفاتيح بتاعه التروسيكل ومش موجوده الرخص. فبساله بقول له يا حسين الرخص فين؟ قال لي لا والله ده الرخص مسحوبه. قلت له مسحوبه؟ مسحوبه ده بقى لها قد ايه كده ان شاء الله؟ قال لي بقى لها حوالي 10 ايام. طب يا ابن الناس ما قلتليش ليه؟ قال له والله انا لقيتك مشغول ما حبيتش اشغلك بزياده يعني. قلت له يا ابن الناس مش كنت تقول لي علشان نتصرف نروح نشوف حد يجيبها لنا نعمل اي حاجه؟ قال لي والله ما قلتلكش اللي حصل. قلت له ماشي يا حسين، احنا كنا جايين نطمن عليك انك مختفي بقالك فتره وكده، وسلام سلام. نزلت من عنده وانا ناويها لله يعني، خلاص يعني مش هيشتغل معايا. واحنا ماشيين في الشارع بقول لتامر شفت اهو بيحور والرخصه كانت متاخده وادينا مش عارفين هنجيبها منين. قال لي يا عم والله العظيم انا ما اعرف عن حوارته اي حاجه. نزلت تاني يوم بدات ادور على الرخصه فين، اروح اشوف الضابط اللي خد الرخصه. الضابط في اجازه. طب يا جماعه الرخصه راحت فين؟ قال لك راحت القسم. رحت اسال في القسم قال لك راحت النيابه. رحت النيابه قالوا لي ده راحت المرور. قلت خلاص بقى مش هشغل بالي وابقى اشوف لها صرفه يعني بعدين. كنت مثلا حوالي اسبوع اسبوعين وبرضه حسين على نفس الحال، بيطنش وما يردش على التليفون وما بيجيش وبتاع. قلت ما بدهاش. اتصلت بتامر واتصلت بحسين قلت لهم يا جماعه تعالوا انا عايزكم نتكلم في موضوع مهم. فجولي المحل اللي انا وضبته دوا كان فاضي ما فيهوش اي حاجه. قبل ما يجوا كنت انا رحت المكتبه اشتريت دفتر وصولات امانه. جم رحت حاطط الدفتر قدامهم، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الحمد لله. قلت لهم بصوا يا جماعه انا وعدت ووفيت، الثقه رجعت لكم تاني في السوق والناس بقت تأتمنكم وبقيتوا تشتروا بضاعه وتاخدوا وتروحوا وتيجوا والعالم كلها بتحترمكم. حصل يا جماعه. انا يعز عليا الكيس اللي انتوا بتاخدوه وتروحوا بيه البيت من خضار وفاكهه ولحمه اخر النهار ان الكيس ده يتقطع. اه يا عم كلامك زي الفل، وبقالكم سمعة كويسة في المنطقة الحمد لله. انا كده اللي عليا عملته. حصل. ربنا بيقول في الكتاب ايه؟ ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. انا ما فيش بيني وبينكم اي ورقة ولا اي حاجة تثبت ان احنا شغالين مع بعض، فمن باب اولى ان كل واحد يمديل على 3 وصولات اضمن بيهم حقي. تامر ما اعترضش وقال لي يا عم حقك، وراح الراجل مسك القلم وراح مضى على 3 وصولات. حسين طب ليه يا عم الكلام ده؟ طب ما احنا شغالين كويس، طب ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه، بدأ يململ في الكلام. قلت له يا عم بص ادي التروسيكل بره وعليه البضاعه، عجبك الكلام خير وبركه امضي وما حصلش حاجه واحنا لسه حبايب وشغالين زي ما احنا. مش عاجبك الكلام سيب يا عم التروسيكل وامشي وخلاص وحصل خير. راح الراجل ايه مضى على 3 وصولات امان.